السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إحنا اتكلمنا إزاي لو قابلتنا مشكلة إزاي إن إحنا نتقبلها، إزاي نعيش حياتنا في ظل وجود مشكلة. طيب إحنا عايزين نحل المشاكل اللي بتقابلنا، صغيرة بقى أو كانت كبيرة، ما فيش حد ما عندهوش مشكلة، تمام؟ طيب هنعمل إيه؟ في شوية حاجات المفروض يتحلى بيها الإنسان علشان يقدر يقابل المشاكل بتاعته، وهنا بيختلف كل إنسان عن التاني في حل المشاكل وفي صحته النفسية، وإزاي بيتأثر وإزاي ناس بتعدي من مشاكلها بسهولة، وفي ناس بتكتئب وفي ناس بتدخل وتوصل لأمراض نفسية وفي لا قدر الله ناس بتنتحر. تعالوا بقى أنا أعرفكم نعمل إيه لما تقابلنا مشكلة عشان إن شاء الله وبإذن الله كل واحد يقدر يحل مشاكله بنفسه ويعرف يتعامل إزاي. طب لو الصفات دي مش موجودة عندنا هنعمل إيه؟ لازم نستعين بناس، ولازم ما نتكبّرش إن إحنا نتكلّم مع الناس اللي بنثق فيهم، واللي رأيهم فعلًا بيكون صح، نتكلّم معاهم وناخد رأيهم. طيب إيه بقى المفروض السمات اللي يتحلّى بيها الإنسان علشان يواجه مشاكله بسهولة ويخرج منها بسهولة؟ تعالوا بقى واحدة، واحدة. أول حاجة علاقة الإنسان بربنا، ودي هنعيد وهنزيد فيها تاني. علاقة الإنسان بربنا هي أساس طبعًا حل أي مشكلة، ويقين الإنسان بربنا، على قد يقينك على قد ما مشاكلك هتتحل، لإن ربنا بيقول أنا عند ظن عبدي بي، تمام؟ يعني أنت لو ظنيت بربنا إنه هيحل لك المشكلة، فثق وتأكد إن هي إن شاء الله وبإذن الله هتتحل، تمام؟ وأنا عن نفسي مؤمنة إن ما فيش مشكلة في الدنيا ما لهاش حل، إن شاء الله وبإذن الله ما لهاش حل، ولو ما لهاش حل خالص فده ساعتها هنقول إن هو ابتلاء، هنصبر وهنستحمل علشان ربنا يكتبنا من الصابرين فندخل الجنة، تمام؟ لكن أغلب المشاكل الدنيوية فإن شاء الله وبإذن الله هتتحل. يبقى أول حاجة علاقة الإنسان بربنا. علاقتي فين بربنا؟ يقيني فين بربنا إن هو هيحل المشكلة ديّة؟ أنا هاخد بالأسباب بس لازم هو حتى وأنا باخد بالأسباب يقيني هو اللي هيخلّيها تتحل إن شاء الله وبإذن الله، تمام؟ يبقى دي أول حاجة. طيب أنا علاقتي كويسة جدًا بربنا، خلاص يبقى وقت الأزمة أو وقت المشكلة يبقى لازم بقى ألجأ لربنا، تمام؟ طب خلّوا بالنا إن أوقات مهما كان الإنسان علاقته بربنا قوية، مهما كان بيصلّي وبيقول أذكار وعلاقته قوية بربنا، الشيطان مش هيسيبه لمّا ييجي له مشكلة، نَفْسه الأمارة بالسوء مش هتسيبه، هتيجي له بقى في الوقت ده عشان تبعده عن ربنا ودي فرصتها، والإنسان ضعيف، على فكرة الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن الحزن، تمام؟ لإن في الوقت دوّة الشيطان بيعرف بقى يستلم الإنسان ويقدر فعلًا في الوقت ده يبعده عن ربنا مهما كانت علاقة الإنسان قوية بربنا، ومهما كان محافظ على كل حاجة وبيعملها، تمام؟ طيب حسيت إن علاقتي ضعفت بربنا، حسيت إن أنا قلبي لأ، في حاجة بتقول لي لأ، يبقى ساعتها ما استكبرش، أروح لحد يساعدني، حد قريب من ربنا أتكلم معاه وأفضفض معاه وأسمع منه وأخليه يرجعني تاني لطريق ربنا ويذكرني إن ربنا إن شاء الله بإذن الله قادر على كل شيء. ما لقيش حد خالص، انزل المسجد صلّي واقعد مع إمام المسجد واتكلم معاه وخلّيه يقرّبك لربنا ويذكّرك بربنا، تمام؟ يبقى دي علاقة الإنسان بربنا، والله كويسة يبقى تمام، علاقته مثلًا مش كويسة بربنا فلأ، يشوف حد يساعده في الوقت دوّة وفي وقت الأزمات وما يستسلمش لا لشيطانه ولا لنفسه الأمارة بالسوء، تمام؟ طيب بعد كده في شوية بقى سمات شخصية لازم يتحلى بيها الإنسان، على قد برضه سماته الشخصية دي، على قد ما هيقدر يتجاوز مشاكله. أولها إيه وأولها الذكاء، الإنسان يكون ذكي، ما هو إحنا قُلنا إحنا هناخد بالأسباب، هناخد بالأسباب إزاي؟ يبقى لازم نفكّر، يبقى لازم الإنسان يكون ذكي، ماشي؟ هل ذكي وبس؟ لا، ذكي ويقدر وهو تحت ضغط يستعمل ذكائه ده، في ناس ذكية جدًا بس لمّا بتتحط في مشكلة ما بتعرفش تفكّر، هي مش عارفة تفكّر، مش قادرة تفكّر، انفعالها طغى على تفكيرها، فيبقى لازم يكون ذكي ويكون يقدر إن هو كمان يتعامل تحت ضغط، ويقدر يفكّر تحت ضغط، طب لو ما كانش يبقى هالجأ لحد. أوقات الإنسان اللي فيه المشكلة ما بيعرفش يفكّر صح مهما كان ذكي، مهما كان ناضج وعاقل، أوقات وهو تحت ضغط المشكلة ما بيعرفش يفكّر، تمام؟ أو أوقات بياخد قرارات غلط، ساعتها يبقى لازم ألجأ لحد بيحبني وبيتمنى لي الخير وأنا باثق فيه وأطلب مساعدته. هل أنا تفكيري ده صح والّا غلط؟ طب أنا مش عارف أفكّر، فكّر لي. الإنسان اللي برّه المشكلة بيشوف أحسن من اللي جوّه المشكلة نفسها، تمام؟ بس ننقي الناس اللي بنتكلم معاهم، تمام؟ يبقى أول حاجة الذكاء، الإنسان ذكي، طب إنسان ذكاؤه متوسط محدود الذكاء مش بيعرف يفكر، مش بيعرف يلاقي حلول، يبقى ما يخجلش إنه يطلب مساعدة من الناس اللي حواليه، يفكروا له إيه المانع؟ مش بدل ما أستسلم للمشكلة أو آخد قرارات غلط أرجع أندم عليها، تمام؟ طب إيه تاني؟ الإنسان إيجابي، لازم أكون إيجابي، ممكن أكون ذكي جدًا بس متشائم، كئيب، مُحبط.
لكن أنا ذكي، أنا لو فكّرت شوية هالاقي حل، بس أنا أصلًا متشائم إن أنا ألاقي حل أو شايف أصلًا المشكلة ما لهاش حل. طيب يبقى لازم أكون إيجابي، لازم أفكّر بإيجابية، إن شاء الله بإذن الله المشكلة هتتحل، بتوكُّلي على الله وبتفكيري وإن أنا أقعد وأفكّر وأحُط حلول، فبعد كده إن شاء الله بإذن الله هتتحل. يبقى لازم أكون إيجابي، ما أكونش متشائم، ما أكونش لأ هي مش هتتحل، باسمعها من ناس لأ هي أصلًا ما لهاش حل، هي كده وخلاص، ليه يا جماعة؟ أكيد إن شاء الله بإذن الله فيها حل، ولو ما كانش يبقى ساعتها بلاش نبرة الإحباط ده، يبقى الحمد لله قدّر الله ما شاء فعل ولعله خير، تمام؟ يبقى لازم الإنسان يكون إيجابي. حاجة كمان، لازم الإنسان يكون عقلاني. أوقات بيكون حل المشكلة صعب ومؤلم على النفس، فعشان كده الإنسان ما بيحاولش يفكر في الحل ده وبيبعد تفكيره عنه عشان هو مش عايز يتألم، تمام؟ لكن لو فكر بعقل شوية أهو هيتألم شوية وبعد كده هيرتاح. أوقات بتكون حلول المشاكل صعبة فعشان كده إحنا بنرفضها، فلازم نتقبل إن أوقات ممكن يكون حل المشكلة يريحنا وأوقات لأ ممكن ما يكونش مريح بالنسبة لنا، ممكن نتعب شوية وبعديها نرتاح. لكن أوقات الإنسان بيرفض الحل لإنه عارف إن هو هيألمه، فعشان كده بيبقى مش عايز يشوفه، هو عارفه بس مش عايز يشوفه عشان مش عايز يتألم. يبقى لازم أكون عقلاني، أو في مشاكل بتتحل بسهولة وإن شاء الله بإذن الله هتتحل هتبقى نتايجها مرضية، لأ وفي مشاكل لأ هتبقى متعبة ونتايجها متعبة عليَّ، بس خلاص لازم ألاقي لها حل عشان أقدر أكمّل في حياتي وأستمر، هاتعب شوية بس هاكمّل بقى حياتي، هاحل أزمة. يبقى دي شوية صفات الإنسان المفروض يتحلى بيها. طب أنا لو عندي الصفات دي يبقى أحمد ربنا إن هو ادّاهاني، مش عندي يبقى ما استكبرش إني أنا أروح أطلب مساعدة من حد، ما هوش عيب ولا هو حرام، ولا حد فينا مهما بلغ إيمانه مش محتاج حد يذكّره بالله. هاذكّركم بقصة صغنونة خالص، قصة الرسول عليه الصلاة والسلام صلّوا عليه وسيدنا أبو بكر، لمّا كانوا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سيدنا أبو بكر لا أنا ولا أنت ولا أي حد هنوصل لمرحلته في الإيمان والقرب من ربنا، لكن كان حزين، حزين عادي، إحنا بشر يا جماعة مش ملايكة، وارد ومحتاج حد زي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا تحزن إن الله معنا، تمام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام العام اللي توفّت فيه السيدة خديجة وعمّه كان اسمه عام الحزن، الرسول كان حزين، إحنا بشر، تمام؟ مهما الإنسان كان قوي فمحتاج حد أوقات إن هو يُقف جنبه. سيدنا موسى النبي وكان جسديًا كمان قوي جدًا جسديًا، لكن ربنا بيقول له إيه: "سنشُدُّ عضدك بأخيك." تمام، يعني هو كان محتاج أخوه كمان جنبه، فبلاش في وقت الأزمات أو المشاكل إن إحنا لأ أنا مش هاتكلم مع حد، لأ ما هو أصل أنا ما حدش هيستحملني، ما حدش هيستحمل همومي، ليه؟ ساعتها الإنسان بيقفل على نفسه وبيبدأ الحزن والألم والاكتئاب بياكل فيه، وبعد كده مشاكله النفسية بتتطور. المشاكل اللي إحنا كنا ممكن بمجرد ما كلمنا مع حد لقى لنا حل أو حتى فضفضنا من باب الفضفضة، فده بيريّح كتير في النفس. ناس كتير بتغلط وتعتزل مع مشاكلها، وعشان كده مشاكلها بتزيد والدنيا بتسود في وشها. حاجة قُلتها لكم في الحلقة اللي فاتت وهاقولها لكم تاني، يا جماعة في وسط المشكلة، المشكلة أهي بنحطها على جنب وبنعيش حياتنا، الحياة مش كلّها وِحشة. أنا مثلًا عندي مشاكل مع زوجي، بس ولادي موجودين ربنا يبارك فيهم، أعيش وانبسط معاهم وألعب معاهم وأهزر معاهم وأخرج معاهم لغاية لمّا مشكلتي تتحل مع زوجي. أنت مشكلتك مع مراتك، عندك مشكلة مع مراتك، يبقى عندي أولادي وعندي أصحابي، فمن هنا لغاية لمّا أحل مشكلتي مع مراتي ما انساش إني أعيش الحلو اللي فيها. تمام، ده مثال. عندي مشكلة في الشغل، فأنا عندي مشكلة في الشغل أحاول أحلّها تمام، بس وأنا باحلّها أعيش حياتي مع مراتي وأولادي وحياتي العائلية عادي، وحياتي مع أصحابي عادي، وعلاقتي بربنا عادي لغاية لمّا المشكلة دي تتحل. ناس كتير لمّا بتصيبها مشكلة نقول وهنقول تاني هي بتحصر حياتها كلّها في المشكلة وبتوقّف حياتها كلّها على المشكلة دي، فساعتها فعلًا بتخسر كل حاجة، بتخسر كل اللي حواليها، وبتخلّي المشكلة دي مشاكل ما بقتش قادرة تحلّها. ولمّا الإنسان بيعجز عن إنه يحل مشاكله، بيعجز أصلًا عن الحياة، وبيعجز أصلًا إن هو يعيش، وبيشوف الدنيا قد إيه سودا في وشه. فنخلّي بالنا وما نستكبرش نطلب المساعدة، دي رسالتي على فكرة. إحنا فينا الصفات دي خير وبركة، ما فيناش الصفات دي يبقى لا نخجل إن إحنا نطلب مساعدة من حد يساعدنا فعلًا. ولو أنتم عندكم حلول تانية أنا ما قُلتهاش اكتبوها لي في التعليقات وفيدوا غيركم، ده من واقع دراسة، من واقع خبرتي الشخصية، فأنا حابة إني أفيدكم، فلو عندكم حد بقى يتكرّم ويقول لنا حاجات كتيرة فاكتبوها في التعليقات. أتمنى إني أكون أفدتكم، عارفة إني طوّلت عليكم، بس بجد الموضوع يستاهل، لإن كل الناس دلوقتي بقى عندها مشاكل، كل الناس دلوقتي نفسيتها ما بقتش أحسن حاجة.
ما ننساش نصلي على النبي، لإن إحنا قُلنا بالصلاة على النبي بيُكفى الهَم ويُغفر الذنب. نستغفر كتير، الاستغفار على فكرة بيشيل كتير برضه. ونفتكر حاجة مهمة جدًا، أنا مبدأ واخداه عندي في حياتي: ما لا يُقضى بالفكر يُقضى بالذكر. إحنا خدنا بكل الأسباب الدنيوية اللي إحنا عايزينها، بس نقعد بقى نذكر ربنا، نذكر ربنا، لإن ربنا هو وحده قادر يحل لنا مشاكلنا. صلوا على النبي، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.